انا مش عارفه يعني ايه تحرش، اصل التحرش ده بتبقى سبب فيه الست برضه، هو مريض دي ياخد بالقلم. ايناس الدغيدي الست سبب التحرش وعشت المساكنه قبل الجواز. ايناس الدغيدي من الشخصيات اللي دايما بتثير الجدل بتصريحاتها، والمره دي ما كانش الموضوع مختلف. خلال لقائها في برنامج القرار اللي بتقدمه الاعلاميه ناديه الزعبي على قناه الغد، كشفت ايناس عن حاجات كتير بتخلي الناس تتكلم. واحده من اكتر التصريحات اللي لفتت الانظار هي لما قالت انها عاشت تجربه المساكنه مع جوزها قبل ما يتجوزوا رسمي، وعلى حسب كلامها الموضوع ده كان من زمان وهي مش فاكره التفاصيل بالظبط. الكلام ده طبعا مش جديد على ايناس الدغيدي لانها معروفه بتصريحاتها الصادمه واللي بتتحدى بيها المجتمع والتقاليد. ولما جت سيره التحرش، ايناس الدغيدي طلعت بتصريح ممكن نقول عليه مستفز لناس كتير. قالت بكل وضوح انها مش عارفه يعني ايه تحرش، وان الست هي اللي بتتحمل المسؤوليه. يعني من الاخر لو حد اتحرش بيها ده سبب تصرفات الست نفسها على حسب رايها. وبتقول لو فعلا الراجل مريض ومتحرش المفروض ياخد بالقلم وخلاص الموضوع ينتهي. التصريح ده خلى ناس كتير تنتقدها، خصوصا في الوقت اللي المجتمع كله بيحاول يوعي الناس بضروره التصدي للتحرش ورفض اي تبرير ليه. ووجهت مقدمه البرنامج سؤال لإيناس الدغيدي عن الشيء اللي مستحيل انها تقوم بيه، تتحجب او انها تتجوز مره تانية. وكانت اجابتها ما تحجبش طبعا، انا ما اقدرش اعيش من غير حب، لو في عرسانه انا جاهزه موجوده. ممكن احب شخص انا شايفاه انه يصلح اني احبه، لكن هو مش مديني كل المعطيات بتاعه الحب، لكن هفضل احبه وهو موجود وعايش. الكلام ده بيفسر ليه هي دايما مثيره للجدل. ولازم نفتكر ان ايناس الدغيدي من الناس اللي سابت بصمه واضحه في السينما المصريه، واخر اعمالها كان فيلم مجنون امير اللي اتعرض عام 2009. الفيلم اللي كان بطوله نورة رحال وحازم سمير ومصطفى هريدي، وكتب السيناريو والحوار مصطفى محرر. اما عن ندم ايناس الدغيدي على اخراج فيلم مجنون اميره، ايناس الدغيدي وتجربه تقديم فيلم سينمائي عن الاميره ديانا، كانت سيره الاميره ديانا ماليه السمع والابصار بكل دول العالم بعد رحيلها عام 1997. وكانت حياتها مصدر الهام للعديد من الفنانين والمبدعين. ومن الاشخاص اللي الهمتهم حياه الاميره ديانا لتقديم عمل فني كانت المخرجه ايناس الدغيدي. ورغم مرور السنين دايما تصريحات ايناس الدغيدي لسه بتشغل الناس وبتخليها محور حديث كل وسائل الاعلام.